السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده مطبخ العمر من مطابخ العمر اللي احنا بنعملها لكل متابعينا الكرام وكل عملائنا الكرام. طبعا المطبخ بالنسبه لنا مش قطعه وخلاص، لا ده بالنسبه لنا حدوته، وبيبقى بالنسبه لنا مطبخ العمر حرفيا. النهارده المطبخ ده مكانه في اسكندريه في محرم بيه. طبعا المطبخ ده في البدايه من خامه الكرادي. المطبخ ده معمول فيه شغل كتير جدا وشغل كبير جدا. هنشرح لكم كل حاجه بالتفصيل، الديزاين، الماتيريال، الاماكن، الاجهزه، كل حاجه. يلا بينا. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه. في البدايه المطبخ ده معمول طبعا زي ما حضراتكم شايفين امريكان على الريسبشن. ده البار بتاعه، اي نعم هو صغير شويه بس عشان نعمل حساب للدخله سيبنا في الجزئيه دي المسافه دي قبل اول يونت، بحيث ان احنا التلاجة هتبقى جنبها من جوه هنا في المنطقه دي. هنداري جنب التلاجة من بره وفي نفس الوقت نستغل المكان ده للتخزين. في البدايه المطبخ معمول من الارض لحد السقف، سايبين بس فوق مكان مواسير الغاز اللي تتركب. وهنا عملنا الدولاب ده في اول دخلة المطبخ بالطول كله، بحيث ان هو يشيل معايا اكبر مساحات تخزين، وفي نفس الوقت يداري جنب التلاجة الناحية دي علشان ما يبقاش جنبها باين في ريسبشن. وعملنا هنا حساب. هنا كان عندنا هنا طبعا الاماكن دي كلها كانت متاسسه السباكه قبل ما نيجي. عندنا هنا مكان الغساله الاولى، وهنا عندي مكان الغساله الثانيه في الجزئيه دي. وعندي هنا ده الحوض. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الحوض كبير، مش من الحوض الصغيره. طبعا تحت الحوض لازم نستغل مساحه. عملنا درج باسكت زباله بيطلع ويدخل من بره. طبعا ده سهل جدا في الاستخدام، وكمان تقدر تشيله من مكانه وتركبه تاني، بحيث انت لو عاوز تنضفه ولا اي حاجه وتدخله تاني جوه في مكانه. والمفصلات بتاعه المطبخ كلها مفصلات بلوم نمساوي اصليه سوفت كلوز زي ما حضراتكم شايفين. نبدا بقى بالجزء الناحيه دي. عندنا عملنا طبعا فوق المنطقه دي عملت ضرفتين قلاب بيفتحوا الاخر زي ما حضراتكم شايفين، بيقفلوا بالطريقه دي. وعملنا هنا فوق الحوض مباشره مطبقيه الهيدروليك. المطبقيه اللي قدام الحوض دي مطبقيه هيدروليك. تنزل وتطلع، نقفل عليها كده. وعملت طبعا هنا ضرفتين باللون الاوف وايت، بحيث ان هم يردوا على الضرفتين اللي بره دول. في النص يبقى المطبقيه ضرفتين قلاب بيفتحوا. وعندي اللي فوق برضو قلاب. وعملت بعد كده برضو ضرفتين باللون الاسود بيفتحوا مفصلات. طبعا 3 ارفف تخزين، مساحه كبيره في التخزين زي ما حضراتكم شايفين. وهنا الجزئيه دي طبعا ده مكان العداد بتاع الغاز، لازم نعمل حسابه ونعمل حساب مواسير الغاز. عملنا هنا بس قطعه ديكوريه كده تحط فيها اي حاجه ديكوريشن او توابل او اي حاجه صغيره. وهنا وحده تخزين داخليه من جوه تقدر ان انت تخزن فيها اللي انت محتاجه كله. نيجي بقى للجزء اللي تحت بتاع المنطقه دي. هنا طبعا عندي في الجزئيه دي مكان البوتاجاز هيتحط هنا في الجزئيه دي، بحيث ان اللي هو الغاز نازل عليه كده، وكمان يميني شفاط وهنا يركب لسه شفاط بمدخنه من فوق. قدرنا ان احنا نستغل كل المساحه دي ان احنا عملنا ماجيك كورنر. عملنا هنا ماجيك كورنر بيطلع كده كله لبره، يجيب لي كل المساحه الداخليه دي وانا واقف مكاني مرتاح جدا وما ببذلش اي مجهود. طبعا بيقفل سوفت كلوز زي ما حضراتكم شايفين كده. سوفت كلوز زي ما حضراتكم شايفين. وعملنا هنا بعديه على طول لازم نوظف موضوع الترولي بتاع الزيت. هنا عندي بيشيل 4، ده الترولي الاستانلس بيشيل معايا 4 ازايز زيت محترمين، وتحت برطمانات وسكاكين ومعالق وشوك وكل حاجه. بيفتح ويقفل بكل سهوله. طبعا منطقه الحوض شرحناها من شويه. نيجي للجزئيه الثانيه في المطبخ. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الجنب ده الجنب ده زي ما قلنا في الاول عملنا هنا
مساحه تخزين. هنا ضرفه 1 2 3 4 ارفف كبار، يشيلوا معايا اجهزه كهربائيه، يشيلوا معايا تخزين بيت، يشيلوا معايا كل الست محتاجاه. وعندنا هنا وتحتيه طبعا يعني يعتبر الدولاب ده معايا فيه 6 ارفف. وعندي واحد يونت فوق الثلاجه، دي طبعا بتفتح اللاب زي ما حضراتكم شايفين، دي مساحتها كبيره جدا في التخزين، هتشيل معانا كل حاجه. وطبعا عشان نكمل الشكل عملنا هنا ردينا بوحده داخليه، ما رضيناش نعملها بالعمق ده عشان ما اللي داخل واللي خارج ما يتخبطش في راسه فيها طبعا برضو 3 ارفف. المطبخ ده طبعا برغم ان هو مش كبير قوي بس معمول فيه شغل ومعمول فيه مساحات تخزين كتير جدا هتريح ست البيت قوي. نيجي بقى للجزئيه اللي تحت، عملنا هنا 3 ادراج زي ما حضراتكم شايفين. عندي هنا وعملت هنا طبعا انا قللت هنا العمق دوت بحيث ان البوتاجاز بتاعي يدخل هنا مرتاح وما يحصلش فيه اي مشاكل. هنا رف تخزين كبير من الاول للاخر. هنا الجزئيه دي بتبقى طبعا من هنا لحد هنا بحيث ان انا اقدر استغل الجزئيه اللي في وش الضرفتين دول ان انا احط فيهم اي حاجه انا بستخدمها على الوش، والحاجات اللي من جوه اللي بتبقى ميته دي بحط فيها الحاجات اللي انا ما بستخدمهاش باستمرار. يعني اي حاجه انا مش بستخدمها باستمرار بحطها في المنطقه اللي جوه دي اللي هي بطلع كل فين وفين. نيجي للمنطقه اللي فوق، احنا ما عملناش حاجه في الجزئيه دي عشان هنا هيركب فيه سخان غاز، طبعا مواسير الغاز بتاعته نازله اهي، هيركب هنا سخان الغاز، طبعا الشباك جنبيه فخلاص، فكمان لازم نسيب هنا مساحه للشباك علشان الفتح والقفل. فالجزئيه دي هيجي فيها شفاط هرمي بمدخنه من فوق، فكده يبقى احنا استغلينا، فبكده بفضل الله يبقى احنا استغلينا كل نقطه في المطبخ وكل مساحه فيه وكل حاجه. المطبخ دوت قدرنا ان احنا نوظفها كويس جدا وان قدرنا ان احنا نستغلها بامتياز. طبعا ده كان مطبخ من المطابخ اللي احنا بنركبها باستمرار. لو عجبك المطبخ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنساش لو عندك اي استفسار او اي شيء محتاج تعرفه او محتاجه في تصميم مطبخك او في اي حاجه اكتب لنا تحت في الكومنتات وهيتم الرد عليك فورا. كان معكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي.